السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هفسر لكم المثل الشعبي اللي بيقول سكتنا له دخل بحماره. كان زمان العمدة وكبارات البلد بيقعدوا قاعدة كده على المصطبة يتكلموا فيها في أحوال البلد. فلما كان بيعدي حد من أهل البلد وهو راكب على الحمار، كان لازم من نوع الذوق والأدب ينزل من على الحمار ويرمي السلام على العمدة والناس اللي قاعدة، وكانوا هم كمان بيردوا عليه السلام وحاجة كده آخر أدب واحترام. فكان في مرة والعمدة قاعد وكبارات البلد بيتكلموا، لقوا راجل كبير كده راكب الحمار ومعدي وكان عجوز، فجه ينزل من على الحمار فقالوا له لا والله ما انت نازل يا حاج. فالراجل بقى ساق فيها، وبقى كل مرة يعدي على العمدة والناس اللي قاعدة يرمي عليهم السلام وهو راكب على الحمار. قالوا ماله، ده راجل كبير برضه وليه احترامه ولازم نفوت له. ففي يوم كده العمدة كان قاعد هو وأصحابه، لقوا نفس الراجل ده معدي عليهم وهو راكب الحمار ودخل عليهم في قلب المصطبة وهم قاعدين. فقالوا له ايه ده يا راجل، انت اتجننت ولا ايه؟ اطلع بره. فالعمدة رد وقال لهم ايه، سكتنا له دخل بحماره. من هنا بقى بدأ ينطلق المثل الشعبي اللي كلنا دايما بنردده وبنقوله، سكتنا له دخل بحماره. بتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.